بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اصبح عليكم بصراحة، بتوحشوني والله. بس لازم اقول لكم على افكار كده، مش لازم كل يوم طبيخ ولا حاجات من دي. لا، لازم الواحد يعمل حاجات تشغل مخه بيها. يعني انت نزلت السوق، قبضت النهارده مثلا، نزلت السوق وشوفي ايه اللي محتاجاه في الفريزر، وروحي حطاه مثلا، جيبيه وارميه في الفريزر، مش هيجرى له حاجه. يعني انا مثلا قبضت، رحت رايحه جايبه كيلو الا ربع لوبيا، اهي لوبيا، لوبيا معين صفرة دي، تمام، كيلو الا ربع. عمل لي بصوا قد ايه، 4 اكياس، اللهم صل على النبي. يعني الكيس يكفينا، بيكفي 4 تنفار والله، وكان فايض منه كمان. تمام. ولقيت الست اللي بشتري منها الحاجه، الخضار تحت، فلاحه هي، لقيتها عندها شويه باميه، قلت لها بكام دول؟ قالت لي خديهم يا حاجه، مش عارفه، هي عارفاني. كانوا كيلو ونص الا حاجه بسيطه، خدتهم ب 35 جنيه. وجيت أمعتهم وغسلتهم وعملتهم بالماء السخن. ده انا عندي باميه مخزناها زي ما قلت لكم ووريتها لكم. مش هتخسر، هتقعد سنة سنتين، مش هيجرى لها حاجة. يعني لو رميتها في الفريزر مش هيجرى لها حاجة. حتى الخضرة لقيتها رخيصة النهاردة، رحت جايبة ب5 جنيه وقطعتها بالسقدين، لما صلى على النبي لقيتها رخيصة. غسلتها تمام واسيبها تنشف خالص، واحطها في اكياس واحطها في الفريزر لما احتاج اطلع. النهارده مثلا ما كانش عندي مثلا طماطم خالص، طلعت كيس طماطم من اللي انا وريته لكم وعملت الاكل. لكن كده انتوا يعني ايه، يعني بقول لكم على حاجات فايده تعملوها. قبضتي انزلي، لقيت نص كيلو لوبيا هاتيه وبليه بس قبلها ب3 4 ساعات كده، وبعدين حطيه على النار، شيلي الريم من على وشه وهو بيتسلق كده، خليه ناقص سنه، ناقصه سنه كده، يعني مش تسويها، لا خليها ناقصه شويه. فضها في المصفى عليها الميه السخنه، وسيبيها ايه لما تتصفى، عباها في اكياس. نفس طريقه الباميه، بس الباميه حط لها الميه السخنه وحط لها ليمونه، وحطيها اول ما تغلي الميه، حطيها، واول ما تقلبيها تقلبتين فضيها في المصفى برضه، حط عليها الميه الساقعه وعبيها. دي تقعد سنه. بص الكيس الله اكبر قد ايه، اللهم صل على النبي، اهو كبير، كبير قد كيسين من اللي انت بتشتريهم، ولا كيس وشويه من اللي انت بتشتريه جاهز. واللوبيا هيعمليها في البيت، والخضره اعملها هي مثلا، غسلتها تمام، اسيبها لما تنشف، انشفها كمان في حته قماش، وعباها في اكياس وحطها في الفريزر، تقعد برضه ما يجرالهاش اي حاجه. يلا اعملوا كده والشطاره يا حبايبي، انا بحب اكلمكم مصلحتكم والله، عشان تعملوا حاجات مفيده. حتى الكوسه هاتيها وقطعيها وحطيها، مش هيجرى لها حاجه. يلا حبيبتي، مع السلامه.